سي لي كومبيتونس. ملي كاين واحد كومبيتون يقدر يعاون البلاد مرحبا، ولا ولد البلاد احسن بالنسبه لي. السلام عليكم. وليد أضغط. وي. سلام وليد، سلام بلال. محمد أمين تبار، موقع هاسبريس. السؤال ديالي عافاك وليد على لي بليسيور، قدرتي تطمنا على الحاله الصحيه ديال اللاعبين؟ شفنا الماتش الاخير بزاف اللاعبين خرجوا مصابين، كذلك الامبيونس داخل لو جروب. كنعرفوا وليد ديما ما كيهضرش حتى كيسالي يعني الادوار النهائيه. باقي ماتش صعيب امام كندا، باقي ما درنا والو كما كتقول وليد. واش هاد باقي ما درنا والو وصلتيها بطريقتك للاعبين؟ شكرا. امور ماتش، احنا عارفين شنو باغين وحنا عارفين علاش جينا. اوني موتيفي الحق. كنعرفوا من الكره طونك الاربيتر ما صفرش وما تاهلناش وما درناش باش ندخلوا في ليستوار، ما درنا والو. الدراري عارفينها دابا من باب بحال اللي قلتي. عندنا بزاف ديال لي جوار اللي ماشي 100%، عارفينها ملي جينا الكوب دي موند. الحق اللي فرحان، اي واحد باغي يلعب، اي واحد باغي يتقاتل. عندنا ان جروب ديال 26 لاعبين واللي غيدخل غيتقاتل. بالحق الصراحه في الماتش بلجيكا كانوا بزاف الدراري لعبوا ماشي 100% de leur capacité. بالحق مونطالمون كانوا 100% de leur capacité وباغيين يموتوا معنا. دونك غنبقاو هادشي. اي ماتش اللي كيزيد كاين لا فاتيك، كاين لي بليسيور. مي اي فرقه في لا كوب دي موند عندها هاد المشاكل. اون با سبلاندر، عارفين شنو عندنا، شنو كان تابعنا. اي ا موا دو فير مع الستاف لو ميور شوا بوسيبل باش اللي غيدخلوا غيتقاتلوا. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chance depuis le début de la compétition. Diana, Tissoudali, Louza, Massina, Harit, plus les blessures, il y en a d'abord. Mais on s'accroche. Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'on a un bon état d'esprit. C'est le plus important. Please, question for the player, please. عندي سؤال للاعب. بونجور كوتش، صراحيا موقع لو ماتان سبور. كوتش كنعرفوا بان المنتخب الكندي يعني ما عنده حتى شي فوز في كاس العالم، بما انه هذه اول مشاركه ليه. وشفنا المدرب ديالو قال بانه بغاو يدخلوا للتاريخ، يعني بغاو يدخلوا لهذه المباراه المنتخب الوطني المغربي وياخذوا 3 النقاط ويربحوا بها. وليد يعني كيفاش كتشوفوا نتوما هذه المقابله؟ واش غادي تدخلوا باش انكم تربحوا المقابله، ولا غادي تحاولوا انكم تجيروا الماتش باش تخرجوا يعني على الاقل بالتعادل؟ ميرسي. لا احنا غنديروا لو ميم بلان اللي كنديروا ديما. كندخلوا ديما باش نربحوا، وغنديروا غلط كبير ولا دخلنا باش ما نخسروش. هما بحال اللي قلتي باغيين يدخلوا في ليستوار ديالهم. بالنسبه لي سي اون دي ميور زيكيب، بوكو دانتونسيتي، بوكو دو جون جوار. ما غاديش يخلونا نرتاحوا. نتوما بحال اللي قلتي باغيين يدخلوا في ليستوار، باغيين يهزوا لي بروميي بوين. حنا on va les respecter. عندنا بزاف ديال لو ريسبي في هاد الفرقه بحال اللي درنا مع كرواتيا مع بلجيكا. اللي مهم حنا اللي كيامنا مور هاد الماتش هي نكونوا في الدور الثاني. سي سكي امبورطون. مي يكور بوكو دانتونسيتي. Une équipe qui est libérée, ما خسرا والو. encore plus maintenant. À nous d'être très intelligents باش نجيريو هاد الماتش باش ندوزو. هادشي اللي كيامني. من بعد ولا بدينا كنفكروا بزاف في لو ريزولتا اللي خصنا، on va faire une grosse erreur. Mais on a اللي كنا بغينا حنا هو تكون عندنا كل شيء في يدينا. هذيك لي كالكول ديال خصنا نربحوا من بعد نستناو يا اخرين ولا خسروا ولا دابا ما عندناش فين نتحبعوا. عندنا الرباح والتعادل ديالنا، خصنا نجيبوا هذه النتيجه. من بعد كندا الصراحه غيجيو الحق ما كيامناش شنو باغا كندا، كيامنا شنو بغينا حنا. هما سي نورمال تو لي ماتش كانوا باغيين يدخلوا في ليستوار مع بلجيكا مع كرواتيا. à nous de montrer qu'on mérite de se qualifier. Morad Moutaoukil, M24. Deux questions pour Bilal et pour le coach. Bilal, je voudrais savoir, à droite, je voudrais savoir comment tu vis ce moment en Coupe du Monde dans le groupe, au sein du groupe. Qu'est-ce que tu en penses de cette expérience et de cette aventure? Walid, est-ce que demain tu pourras disposer de l'ensemble de tes joueurs? Est-ce que l'infirmerie est vide en l'occurrence? هل سيكون عندكم جميع اللاعبين جاهزين؟ un rêve d'enfant qui se réalise. Je crois que chaque enfant rêve de participer à une Coupe du Monde. Et moi, à mon jeune âge, le coach m'a choisi pour venir à cette Coupe du Monde. Et je suis très heureux d'être ici, d'être entouré de la sorte dont ils m'ont accueilli, dont je suis dans le groupe. Je suis comme le petit frère tout le monde. Et alhamdoulilah, je suis très content. أنا سرت تحت جناح المخضرمين في هذا الفريق وأحاول أن أخدم الفريق بقدر استطاعتي. Les blessures.
Mais on a encore, on va faire comme d'habitude à chaque fois jusqu'à la dernière minute, on saura qui est apte, qui est pas apte. كالعادة سوف ننتظر حتى الدقيقة الأخيرة لنرى ما إن كان جاهزا أم لا. هذا القرار سنتخذه في حينها. Mais tout le monde se bat pour sortir de l'infirmerie et pouvoir jouer. Donc, طبعا يدخل ويخرج من غرفة العلاج، ونتمنى أن يخرج من غرفة العلاج. بعد ذلك سنرى كيف ستسير الأمور عليه. هناك الكثير من الإصابات، وبالتالي نحن نتعامل مع الموقف بقدر استطاعتنا وبهذه العقلية. لقد رأينا كيف أن حكيم ينافس في هذه البطولة. سيكون من الرائع أن يكون الجميع على أتم الاستعداد. الجميع لديهم هذه الروح القتالية ويريدوا أن يشاركوا في هذه المباراة يوم غدا. يجب أن نضمن عدم ارتكاب أي أخطاء كما كحال جميع المغاربة هنا. نحن سنبذل قصارى جهدنا في هذه البطولة. ولكن عندي سؤال آخر. إن خسرنا المباراة الغد بالنسبة لك، هل سيكون هذا استعراض رائع لكرة القدم المغربية؟ أنا لن أكون صادقا إن قلت أي شيء آخر. نحن هنا لكي نتأهل في بداية هذه البطولة. عندما رأيتم هذا الفريق، لو سألتموني إن كنا سنحصل على 4 نقاط لكي نتأهل لكنت أخذت ذلك السؤال. ولكن الآن نحن نريد أن ندخل بوابة التاريخ، وسوف نفعل ذلك في مباراة الغد. هذا أمر لن نفكر فيه الآن. ربما نحن نتمنى أن نتأهل في مباراة الغد. هذه بطولة كأس عالم عربية، في هناك فرق مختلفة ومنتخبات مختلفة من دول عربية، والمنتخبات العربية والجماهير العربية تشجع فرق دول أخرى عربية. فهل أنتم تشجعون وتؤازرون فرقا عربية أخرى؟ الجواب: في البداية أنا لست هنا لألعب دور السياسي. نحن هنا ندافع عن المغرب ونؤيد المنتخب المغربي. في المقام الثاني نحن كذلك أفارقة، وبالتالي نريد أن يرفرف علم الكرة القدم الأفريقية عاليا كتونس والكاميرون والسنغال وغيرها. وبالتالي يجب أن ندعم كرة القدم الأفريقية. ولكن كأس العالم هذا وهذه النسخة من كأس العالم هذه يجب أن نكون مستعدين لمواجهة أي فرق كبرى، حتى الفرق الأمريكية والفرق الأوروبية. وسوف نرى في قابل الأيام كيف أن للفرق الأفريقية القدرة على التنافس وعلى المشاركة في مباريات كرة قدم عالمية. أما فيما يتعلق بالعرب من المشرق العربي الذين يدعموننا ويؤازروننا، ونحن سعداء بهذا الأمر، وإن حصلنا على ذلك التشجيع سيكون هذا أمر رائع، ونحن كذلك نؤازرهم ونشجعهم. وليد، في البداية أود أن أشكرك عندما في هذه الروح التنافسية والروح القتالية التي بثثتها في أنفس اللاعبين، لأنه الآن حان الوقت لكي نتحدث عن كرة القدم المغربية. إذن لمباراة الغد الأمر الصعب أن المغرب يجب عليها أن تختار بين التعادل والفوز. بالأمس الإكوادور وإيران وجدا نفسيهما في نفس الموقف ولم يتمكنا من التأهل. هل تظن بأن هذا الأمر صعبا لأنك تعلم بأنك يتوجب عليك أن تحقق الانتصار؟ الجواب: كلا، الأولوية هنا نحن يجب أن نركز على ما نريد فعله. يجب أن نخوض المباراة، لا نريد أن نفكر بنسبة 20 أو 30% أن نكون راضين بالتعادل أم لا. ستكون مباراة صعبة. هم سيقدمون كل ما لديهم، ليس عندهم أي شيء يخسرونه، وبالتالي سيهاجموننا بكامل قوتهم منذ البداية. لذلك ونحن هناك كذلك نحقق الفوز. الآن إن كنا نسعى وراء التعادل ستكون هذه غلطة كبيرة. لهذا السبب نحن نفعل كل ما في وسعنا لكي نتميز في هذه البطولة.
وعلينا أن نفكر بأسوأ الحالة، ولكن يجب ألا نراقب المباراة بين النذرلاند وكرواتيا لكي نقرر مصيرنا. لا نريد أن نقع في فخ ماذا لو وإن حصل كذا أو صار كذا. سوف نقدم كل ما لدينا وأتمنى أن تكون النتيجة إيجابية، ونريد أن نكسب هذا الأمر. هذا أمر لا يستطيع أحد أن يسلبنا إياه. لاعبون يريدوا أن يصنعوا التاريخ هناك، وسوف نقدم 100% من قدراتنا. مرحبا سيد وليد. سيد بلال، سؤالي للاعب بلال، نحن نعلم بأن القميص الوطني مصدر عز وفخر. إنها رائعة. نعم، أنا ترعرعت في بلجيكا، وفي بلجيكا هناك أما هنا فجأة يوجد عندنا 100,000 من المشجعين، وهذا شعور لا يصدق، ويسعدني ويشرفني أن أرتدي القميص المغربي وأن ألعب لبلدي المغرب. إذا المؤتمر الصحفي للمنتخب المغربي الذي يتأهب لمواجهة المنتخب